كل يوم وانت طالع السلم تحس ان ركبك بتوجعك، صوت تقطيع خفيف، حاسس ان المفصل بيزيق، حاسس بورم حواليه، تقوم من على الكرسي تحس بتقل ومش قادر تفرد رجلك، تقول يمكن نمت غلط او شد عضلي او برد دخل على العظم او تعب عادي او اجهاد. استنى واسمعني في ثواني، ويلا اعمل فولو لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه اللي بيحصل ده مش صدفه ولا تعب عادي زي ما ناس كتير فاكره، ده غالبا بدايه خشونه في المفاصل وخصوصا مفصل الركبه. والمفصل عامه له نظام دقيق جدا فيه سائل بين عظمتين الفخذ والساق بتشتغل زي الزيت، بتخلي الحركه ناعمه، وفي كمان غضاريف كانها وسائل تحمي من الاحتكاك والصدمات ما بينهم. بس لما السائل ده يقل الوسائل تبتدي تتاكل، العظم يبتدي يحتك ببعضه، وده اللي بيعمل صوت الطقطقه والتقل والتورم والوجع اللي بتحس بيه. ويلا بقى ركز لي الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. واسباب حدوثها كتير، كل كيلو وزن زياده من جسمك بيحمل 4 كيلو وزن زياده على المفاصل. تخيل الركبه شايله ومتحمله قد ايه؟ قله النوم وقله الحركه والتوتر والعصبيه واستعمال التمارين العنيفه، سوء التغذيه، تاكل اكل غير صحي زي الوجبات السريعه والدهون والمقليات والحوادق، قله شرب الميه والجري على الارض صلبه من غير تسخين، طلوع ونزول السلالم كتير، الوقفه الطويله في الشغل، القعده على الارض في وضع التربيع. التقدم في السن اكيد ليه دور، بس برضه في شباب كتير بداوا يعانوا من خشونه المفاصل، وكل يوم في الصيدليه بتجيلي حالات كتيره بتشتكي لي من نفس الحاله. لو انت زيهم اكتب لي في الكومنتات خشونه مفاصل. ست داخله بتمشي بالعافيه، كل خطوه بتتوجع، بتقول كنت بطنش وجع لحد ما بقتش قادره اطلع سلم بيتي. رجل كل يوم بياخد مسكن بيقول كل مره هتهدى شويه وبترجع تاني، لحد ما المفصل بقى بيطقطق من اقل حركه، مش مستحمل وزن جسمه. شاب صغير بيلعب جيم بطريقه غلط، دلوقتي كل لما يركع بيحس ان في سن بيغرس في ركبته. ست واقفه طول اليوم في المطبخ، بالليل رجلها بتورم، بتقول يمكن من الوقفه، في الحقيقه المفصل خلاص اشتكى. كل الحالات دي ما كانوش يعرفوا ان عندهم بدايه خشونه مفاصل، وجهناهم وسمعوا الكلام واخدوا العلاج ومشوا على النصايح وهم دلوقتي احسن. لو عايز تحافظ على المفاصل وتوقف التاكل ده ركز لي في اللي جاي كويس. حرك جسمك على طول، يعني ولا كسل طول اليوم ولا رياضه عنيفه تكسر جسمك. امشي نص ساعه كل يوم، ما تقعدش بالساعات على نفس الوضع، غير كل شويه وافرد رجلك. نام بدري، نوم منتظم من 6 ل 8 ساعات يوميا. قلل وزنك زي ما قلنا، كل كيلو هيقلل الحمل على المفصل 4 كيلو. اشرب ميه كتير حتى لو مش عطشان. ابعد عن الاكل اللي بيولع الالتهاب زي المقليات والوجبات السريعه والسكريات والمعلبات. خلي اكلك متنوع وصحي من خضار وفاكهه واكلات تبني المفاصل من جوه، زي شوربه الكوارع والبيض والكبده والسمك والتونه والجمبري والسلمون والسردين. وفي اكلات بتساعد جسمك يكون كولاجين من نفسه زي الفلفل الاحمر والبرتقال والليمون والكيوي والبروكلي والسبانخ والجزر والبنجر. وفي المكسرات زي اللوز وعين الجمل والكاجو مليانين زنك واوميجا. اشرب لبن قليل الدسم واهتم بمنتجات الالبان كمصدر للفيتامين د والكالسيوم. ابدا العلاج الطبيعي لو الوجع مش شديد، في شويه تمارين ابحث عنهم وطبقهم. تمرين رفع الساق المستقيمه، وتمرين تاني الركبه على البطن، تمرين رفع الكعب، وتمرين بريدج وبايلتس وكوبرا، وتمرين تبدد وسطره للعضلات. لو الحاله متقدمه ومفيش استجابه، في دلوقتي طرق حديثه زي حقن البلازما وحقن الزيت وحقن الكولاجين داخل المفصل. وفي الحالات الشديده جدا بتخليك تعمل تبديل جزئي او كلي للمفصل، بتخليك تمشي بعد العمليه باسابيع. وبالنسبه للعلاج الدوائي لازم يبقى في 3 محاور للعلاج: تقليل التورم والالتهاب والوجع، تقويه الغضروف وحمايته، وتقويه العضلات وتحسين الحركه. لو استعملت علاج معين وفرق معاك فعلا في علاج خشونه المفاصل اكتب لي اسمه في الكومنتات. لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في تحسين وعلاج حاله خشونه المفاصل اكتب لي في الكومنتات علاج خشونه مفاصل. خلي بالك خشونه الركبه مش لعبه، لو طنشت المفصل هيتاثر جامد والحركه هتبقى صعبه والوجع مش هيبطل. كل حركه النهارده بتحافظ بيها على نفسك، المفصل اللي بتحافظ عليه النهارده هو اللي بيشيلك سنين. كل خطوه بتوجعك النهارده كانت ممكن تكون سهله لو بدات بدري. تابع روشته حياه واسمع العلم وخد نصايحك ومعلوماتك مع صيدلين زون دكتور محمود مسعد. اعمل فولو لايك وشير للفيديو، يمكن تحمي حد بتحبه. شكرا.